خلونا نفكر سوا في آخر مرة سمعنا فيها كلمة أو عرض تقديمي، يا ترى لسه فاكرين منه قد إيه بالظبط؟ في عالمنا المليان دوشة وزحمة معلومات، إن صوت الواحد يتسمع بقى تحدي كبير جدا. الشرح ده هو الدليل عشان نحول كلامنا لتأثير حقيقي، تأثير يفضل مع الناس. ده السؤال اللي بيواجه أي قائد، أي فنان، أي شخص عنده فكرة عايز يوصلها للعالم. إزاي ممكن صوتك يخترق كل الدوشة دي؟ السر بقى مش إنك تعلي صوتك وخلاص، لا، السر في إننا نعيد التفكير في طريقة التواصل نفسها من جذورها. طيب خلينا نبدأ بأهم مبدأ على الإطلاق. التواصل المؤثر بجد مش بيبدأ بالكلمات اللي بنختارها، لا خالص، هو بيبدأ من جوانا إحنا. قبل ما أي كلمة تتقال، الناس اللي بتسمع بتقرأ طاقتك. هل في ثقة؟ هل في حماس؟ ولا في تردد؟ الإحساس اللي بيوصلهم ده هو اللي بيحدد من الأول إذا كانوا هينصتوا بجد ولا لأ. الجمهور عنده زي رادار داخلي كده، بيلقط على طول لو حد مش مصدق كلامه. لو الثقة بالنفس مهزوزة، هم بيحسوا بده فوراً. لكن العكس الصحيح تماماً، لما الكلام بيطلع من مكان فيه قوة وقناعة داخلية حقيقية، بنلاقي الناس بشكل لا إرادي بتنجذب أكتر وبتبقى عايزة تسمع اللي جاي. كم مرة شفنا حد بيتكلم وبيحاول بس يبهرنا بكمية المعلومات اللي عنده؟ ده فخ كبير قوي ناس كتير بتقع فيه. التركيز على الأداء بدل التواصل بيخلي الانتباه كله يروح للمتكلم نفسه، وبيبقى بعيد عن الناس اللي هم أصلاً أهم حاجة، الجمهور. فالهدف مش الإبهار، الهدف هو الإلهام. والإلهام ده بيجي من حتة أعمق بكتير، بيجي لما الواحد بيشارك شغفه وقناعته بصدق. هنا بقى الناس بتبدأ تحس بالرسالة مش بس تسمعها. وده بالظبط اللي نقلنا نقطة تانية في منتهى الأهمية، وهي إننا لازم نشيل كشاف النور من على نفسنا ونوجهه كله ناحية الناس اللي بتسمع. الفرق بين اللي بيتكلم وخلاص واللي بيتكلم وبيأثر بجد ممكن يتلخص في سؤال واحد. بدل ما السؤال يبقى أنا عايز أقول إيه، السؤال لازم يبقى الناس اللي بتسمعني دي محتاجة تسمع إيه. مجرد تغيير السؤال ده بيغير اللعبة كلها. عشان التواصل يكون حقيقي، لازم الأول اللي بيتكلم يكون زي التلميذ عند الجمهور بتاعه. مين هما؟ إيه أكتر حاجة بتقلقهم؟ إيه اللي بيحرك شغفهم؟ كل ما فهمنا عالمهم أكتر، كل ما قدرنا نوصل لهم رسالة تلمسهم بجد وتفرق معاهم. تخيلوا الموضوع زي عزومة. المضيف الشاطر بيعمل إيه؟ مش بيطبخ الأكلة اللي هو يحبها وخلاص، لأ، ده بيشوف ضيوفه بيحبوا إيه وبيعمله لهم. بالظبط كده، المهمة هي خدمة الجمهور مش استعراض عضلات المعرفية. تمام، يبقى احنا كده ظبطنا حالتنا الداخلية وركزنا على الجمهور. نيجي بقى للخطوة اللي بعدها، الرسالة نفسها. ازاي نصمم رسالة مش بس توصل، لا دي تفضل معاهم وما تتنسيش. العملية ممكن تبان بسيطة بس هي فعالة جدا. أول حاجة لازم نصفي الرسالة كلها لحد ما نوصل لفكرة واحدة بس، فكرة جوهرية. تاني حاجة نغلف الفكرة دي بحكاية أو مثال يلزق في الدماغ. وتالت حاجة نكرر الفكرة الأساسية دي بذكاء خلال الكلام عشان تثبت أكتر وأكتر. ولما بنقول تبسيط، ده مش معناه تسطيح خالص. المقصود هو إننا نشيل كل الحشو والكلام الزيادة عشان نوصل لقلب الموضوع. الموضوع عامل زي ما يكون معانا حجر خام وبننقشه نلمعه لحد ما يبقى ألمظة صافية واضحة. خلونا نفتكر كده آخر محاضرة أو كلام طويل سمعناه. كم فكرة بالظبط لسه فاكرينها منه؟ في الغالب اللي بيتبقى في الذاكرة فكرة، يمكن 2 بكتير قوي. وعشان كده تركيز الرسالة كلها على نقطة واحدة مركزية هو ده مفتاح النجاح. بس خدوا بالكم، ممكن تكون الرسالة نفسها معمولة ببراعة، لكن تفشل فشل ذريع لو اتقالت غلط. في أحيان كتير قوي طريقة الوقفة ونبرة الصوت تأثيرهم بيكون أقوى بكتير من الكلمات نفسها. يعني نقدر نقول إن لغة الجسد والصوت هم اللي بيحكموا. الأرقام في النقطة دي بصراحة صادمة. تخيلوا إن لغة الجسد ونبرة الصوت مسؤولين عن 93% من التأثير، والكلمات يدوب 7% بس. ده معناه إن إزاي بنقول الكلام أهم بما لا يقارن من إيه الكلام اللي بنقوله. في بقى صوت معين كده بنسميه القاتل الصامت لأي رسالة، وهو الصوت الرتيب. عامل بالظبط زي ما تكون سايق على طريق صحراوي ممتد وما فيهوش أي تغيير. العقل بيفصل وبينام. ده أضمن طريق يخلي الناس اللي بتسمع تفصل تماماً. طيب نعمل إيه؟ دي شوية حاجات عملية ومهمة. الوقفة الواثقة بتدي إحساس بالقوة. التواصل بالعين بيبني جسر مع اللي بيسمع. التغيير في نبرة الصوت وسرعته بيخلي الناس صاحية ومركزة. والأهم من كل ده يمكن هو استخدام الصمت. ساعات وقفة قصيرة بعد جملة مهمة تأثيرها بيكون أقوى من 1000 كلمة. ونيجي بقى لآخر نقطة واللي ممكن تكون أهم لحظة في الكلام كله، النهاية.
دي اللحظة اللي يا إما بتثبت بيها رسالتك في عقول الناس أو بتضيع كل المجهود اللي فات. في قاعدة ذهبية لازم نفتكرها، الناس بتفتكر البداية والنهاية أكتر حاجة، يعني نهاية ضعيفة أو أي كلام ممكن حرفياً تمسح كل التأثير الكويس اللي اتبنى قبلها. طيب إيه الأساليب القوية اللي ممكن ننهي بيها؟ ممكن نلخص الفكرة الأساسية كلها في جملة واحدة قوية ما تتنسيش، أو نطرح سؤال يخليهم يفكروا ويفضل معلق في ذهنهم. ممكن نوجه دعوة واضحة ليهم إنهم يعملوا حاجة معينة، أو حركة شيك جدا إننا نرجع تاني للفكرة اللي بدأنا بيها وكأننا بنقفل الدايرة بشكل كامل. في الآخر خالص الموضوع بيرجع لكل واحد فينا، كل شخص عنده رسالة مهمة تستاهل إنها تتسمع. فبعد كل اللي قلناه ده، السؤال اللي بيفضل هو إيه هي الرسالة الحقيقية اللي جوانا وإزاي هنوصلها للعالم عشان تتسمع بجد؟